في ارشات لو عمرك ما جربت اللعبه دي فانت فاتك كتير، بس مش دايما الحاجات اللي فاتتك بتبقى خساره. اللعبه دي باختصار شديد او ببساطه كده زي القهوه البلدي، يعني انت داخل تهري مع بشر شبهك، بس الفرق انك مش شايفهم بوشوشهم، لا شايفهم بفترات واشكال غريبه. يعني ممكن واحد بيبقى بيتكلم بصوت راجل بس شكله جوه اللعبه بطه لابسه فستان، او واحده يجي اللي صوتها كيوت الافاتار بتاعها يبقى تامر الجيار. في ار شات من اسمها هي لعبه شات بس في الواقع الافتراضي، تقدر تدخلها بنضاره في ار او حتى من غيرها، وبعدها تختار لك شخصيه افاتار او تصممها وتدخل غرف وتتكلم مع ناس من كل انحاء العالم. يعني تخيل واحد بيتكلم معاك بصوت كيوت وهو على هيئه تنين، او واحده شكلها انمي بس صوتها يبقى عامل شبه عم حسين بتاع الورشه، او الاسوأ طفل عنده 8 سنين بيزعق فيك ويقول لك انت نوب. دي فكره اللعبه باختصار شديد تماما. اللعبه من اللي انا حكيته لك ده ممكن تبان تجربه مثاليه وحاجه فخمه انت فعلا تكون نفسك تجربها، ولكن الواقع عكس كده تماما. اللعبه دي ممكن تكون اخطر حاجه اتعملت في تاريخ الالعاب، يمكن اخطر من روبلوكس على الاطفال، صيغه مبالغه. المهم النهارده تعالوا اكلمكم عن في ار شات شويه، وازاي اللعبه دي عايزه تترمى في الزباله جنب اختها ليج اوف ليجندز. فكرة اللعبة تبان بسيطة زي ما قلت، وانها تعيشك في احلام العصر اطول فترة ممكنة، وانك تتكلم مع البشر اللي زيك بس بصور مختلفة وشكل ممتع، وده هو هدفها الاساسي بصراحة. ولكن للاسف اللعبة فتحت مسارات قذارة لا تنتهي. في حالات حقيقية حصلت للمستخدمين خلتنا عايزة اتقمص شخصية يوهان ليبرت واعذب مصممين ومبرمجين اللعبة دي. خد عندك يا سيدي شوية المواقف اللي من الزبالة دي. في بنت عندها 13 سنة دخلت اللعبة دي ولاول مرة، بعد اقل من 10 دقايق لقت حد بيكلمها بكلام قذر وبيقول لها تفتح كاميرا وبتاع. المهم البنت افتكرت ان ده جزء من اللعبة وان ده شيء طبيعي، لانها في الاخر طفل عندها 13 سنه، واحنا كلنا عارفين ان الاطفال اغبياء. عشان كده دايما بختار ان مفيش طفل يتفرج عليا في اليوتيوب، وانا عنصري على الاطفال زي ما انا عنصري على لعيبه ليج ومشجعين ريال مدريد بالظبط. المهم كان في مره واحد داخل في ار شات بشخصيه كيوت بيضحك وبيهزر، وهوصف لكم الاشكال دي. غالبا بيكون الافاتار بتاعهم زي كده وبيتكلموا بصوت فخم وبيبان جذاب بطريقه بشعه زي كده. حتى انا ممكن احبه من الصوت ده بصراحه، ولكن في الحقيقه بيبقى شكلهم في العالم الواقعي كده. فيقوم البي داخل اللعبه دي وعامل الشخصيه دي ويفخم صوته فتفتكروا ان شكله كده في الحقيقه. بس طبعا اي حد عاقل مش هيخيل عليه الخدع الرخيصه دي، بس مش البنات المتخلفه اللي بيحبوا اي موديل وخلاص للاسف. المهم الكابتن اتعرف على واحده من محبين الكيبوب دول، قعد يكلمها كل يوم ويلعب معاها ويهزر وبتاع، وهي للاسف اوبشن العقل تقريبا مش عندها فضحك عليها بكل سهوله. بعد فتره بدا يسالها على بيتها واهلها وتفاصيل غريبه تحت حجه التسليه وان احنا بنتكلم في اي حاجه وخلاص. المهم للاسف المتخلفه تجاوبت معاه وقالت له كل المعلومات وبزياده كمان، تحت مسمى ان انا ما اقدر ارفض لك طلب يا روحي والحاجات الغبيه بتاعت الملزقين دي. الفكره ان الغبي ده كان بيأيد كل المعلومات دي ورا البنت وبدقه، وبعدها راح للبنت دي عند بيتها حرفيا وكان هيعتدي عليها، لولا ان الجيران الحمد لله لاحظوا انه واقف قدام الباب كتير وشكله مريب، وكويس ان هم الحمد لله كانوا واعيين عكس البغله دي. المهم بلغوا واتقبض عليه قبل ما يعمل حاجه في البنت، وطلع عنده سوابق تحرش قبل كده. وعايز اقول لك ان دي لسه البدايه، احنا لسه بنسخن. مراهقه تاني عندها 16 سنه، وانا من رايي يفصلوا النت عن اي بنت تحت ال20 ونخلص. المهم البنت حبت شاب من المتخلفين اللي اتكلمت عليهم فوق دول. الفكره انها حرفيا اتعلقت بيه بشكل بشع، والتعلق كان غبي بطريقه متخلفه لدرجه ان هم كانوا عايزين يتجوزوا جوه اللعبه في الفي ار شات نفسه، يعني يعملوا الفرح جوه ويعيشوا جوه من كتر ما هي انغمست في اللعبه دي. ما كانتش بتقوم من اللعبه وتقلع النضاره غير وقت النوم بس حرفيا. فالكابتن بعد ما زهق منها واستهلكها عاطفيا قرر انه يختفي من حياتها، او بمعنى صح شاف له واحده جديده. فالاخت بعد اختفاء الشاب ده كانها بشرت بجهنم، دخلت في حاله هستيريه واكتئاب حاد لدرجه انها جربت الانتحار، لكن اهلها لحقوها جابوا لها دكتور نفساني يعالجها. نيجا اللعبه دي ولا مصحه نفسيه؟ المهم دي لسه البدايه. في مره ولد شاف بنت في اللعبه دي وحبها من صوتها والافاتار بتاعها، وللاسف كان من النوع اللي ستوكر بزياده، وبدا يمشي وراها ويعرف عنها كل حاجه لحد ففي مره قال لها انا حاسس ان انا وراكي في الحقيقه، وبدا يقول كلام صص وخدش للحياء بزياده بصراحه. فالمهم البنت خافت وخرجت من اللعبه فورا، ولكن المصيبه انها اكتشفت بعد كده انه واخد بياناتها كلها من المايك بتاعها والكاميرا. هذا يشبه سفاح النساء الوسيم بتاع تكساس، ولكن الفرق هنا انه الكرش وقاعد على جهاز 24 ساعه وبيحب في مجسمات افتراضيه واصوات الفكره مش في التحرش والمدايات الجنسيه بس، لا الموضوع امتد للغرائب والحاجات العجيبه زي السحر الاسود. معرفش المواقف اللي انا هحكيها دي صح ولا لا، ولكنها مؤيده من ناس مسحوا اللعبه دي. في مره مجموعه من الشباب وهم بيلعبوا دخلوا اوضه غريبه كده مرسوم عليها رموز وحاجات غريبه يدويه، وكانت كلها احمر وتماثيل شكلها غريب واقفه بطريقه صص، فافتكروها محاكاه لعبه رعب ولا حاجه، وبداوا يقروا الكلام اللي مكتوب على الحيطه وهم مش فاهمين اي حاجه، ولكن يبدو انها طلعت طلاسم او حاجه شبه كده، لان هم فجاه بداوا يسمعوا همس وصوت في ودانهم. المرعب ان ما كانش حد فيهم بيتكلم والصوت كان جاي من اللعبه نفسها، وده اصلا مستحيل يحصل لان اللعبه مش مبرمجه لكده. وبعد كده شله الكلاونز دي في نفس الليله وهم نايمين كلهم حلموا بكابوس وكلهم شافوا نفس التماثيل دي في الحلم. مش عارف، حاسس انها مبالغه وكلام فارغ. يعني رجال الدجل والصحراء هيسيبوا العالم الواقعي بتاعنا ويشتري نظاره واقع افتراضي ويسحر شويه جيمرز توكسيك اغبياء؟ يعني عبط احنا بقى، يعني يالفوا مواقف تدخل العقل شويه يا اولاد
من المواقف التانية العجيبة والخارقة للطبيعة، واحد كان بيقول انه كان قاعد لوحده في غرفة ما كانش فيه ولا واحد معاه، وفجأة سمع في الأوضة دي صوت بيقول له اسمه الحقيقي، يعني حاجة عاملة شبه النداهة كده اللي هو يعني غريب ان هو عمره ما قال اسمه الحقيقي جوه الفي ار شات، والصوت كان جاي من اللعبه. تقريبا كان سكران هذاك اليوم، لان اختنا نداها اكيد مش هتسيب الترعه بتاعت الصعيد وتيجي تشقط لها شويه جيمرز من بتوع الديسكو. هو نهار شمال. المهم دي لسه البدايه. في مره واحد كان بيلعب عادي، دخل غرفه شكلها عشوائي، بس فجاه لقى صوره غريبه على الحيطه، بص كويس وانصدم انه شاف صورته هو اللي كان واخدها من كام يوم في البيت. ازاي اتحطت في اللعبه محدش يعرف، لحد ما اكتشف انه كان سايب الكاميرا شغاله بالغلط، وفي هاكر اخد له الصوره دي ورفعها في اللعبه وحطها في الاوضه دي. انا مش عارف هاكر ايه التافه ده اللي سايب البنوك والبيتكوين وجاي هاكر كاميرا جيمر بيلعب بالبوكسر بتاعه. تافه. الموقف الجاي ده بقى هو اكتر موقف مرعب بالنسبه لي بصراحه. شاب دخل غرفه بالخطا في اللعبه، لقى فيها ناس لابسين افاتارات سودا واقفين حواليه ومش بيتكلموا، حاجه كده عامله شبه الجاسوم اللي جايب لنا شخصيا تروما لانه بيجي لي كتير في الشهر. حبيبي الواد جاله هلع وقعد يصوت، واول ما حاول يخرج مفيش زرار للخروج. يعني ايه؟ زي ما تقولوا كده اللعبه هنجت او جالها ايرور يعني. فالمهم طلع وجاي يخش، لقى نفسه في نفس الاوضه والشباب واقفين حواليه. ابلع. اكتشف بعدها ان الغرفه دي معموله باسلوب برمجي متقدم بيحبسك لحد ما تمسح اللعبه بالكامل، والله كتر خيرهم، يا ريت الغرفه دي تنتشر عشان الناس تمسح اللعبه من القحه دي ونخلص. للاسف فكره الغرف المخيفه دي منتشره في اللعبه، وده شيء كويس للناس اللي بتحب العاب الرعب عامه، ولكن اللعبه دي معظمها اطفال زي ما قلت، والغرف المخيفه دي ضد سياسه اللعبه. قال لك ضد سياسه اللعبه وهم اللي بيعملوها من تحت لتحت المعرض. بمره طفل امريكي بيلعب في ار شات كل يوم اتعرف على شاب في اللعبه دي، والشخص ده اتعرف عليه وكان واضح انه صص ويعني بتاع عيال زي ما بيقول، بس اقنعه انه يكون صديقه وخلاه يتعود عليه، لحد ما اقنعه في مره انه يهرب من البيت ويقابله. وفعلا للاسف الطفل خرج واتخطف ليومين كاملين قبل ما الشرطه تلاقيه. غالبا الشرطه الامريكيه اخده الشرطي بتاع سكويد جيم قدوه في الغباء، عايزين واحد ملوكي من بتوع رئيس كوريا الشماليه هم واللعبه الغبيه دي. واعتقد ان انا هكتفي بهذا القدر من حكايه المواقف عشان بجد عايز ارجع. من الحاجات الغبيه فشخ بقى في النوع ده من الالعاب وهم السمبات على المجسمات ال 3 دي. هم عباره عن ناس للاسف داخلين يفرغوا الشهوه بتاعتهم على المجسمات زي ما سمعت، لان الفي ار شات زي ما قلت انت تقدر تبقى اي حاجه، تبقى قطه، تبقى تنين، تبقى طفل، بس اللي محدش بيقولوا لك بقى ان في ناس بتختار تبقى افاتار اباحي. والله شخصيات شبه بشريه بس لابسه لبس فاضح جدا، او حتى مش لابسه خالص. والكلام ده مش بيحصل بس في غرفه خاصه، لا ده في غرف عامه عادي فيها الكلام ده، واللي داخلين فيها بيكونوا اطفال ومراهقين بيشوفوا الكلام ده كانه لعبه. والله روك ستار تستحي تسويها، على الاقل بيكتبوا بلس 18 على اللعبه بتاعتهم. الفكره ان في ناس بتكسب فلوس كتير جدا من المحتوى الاباحي داخل في ار شات، ويصرفوا مبالغ كبيره فشخ عشان يخلوا الشخصيه مثيره بشكل كبير وكل حاجه فيها تكون بتتهز. صار هذه بيكسلات يا بس انت وهو بتسمب على بيكسلات. الفكره ان اللي بيصرفوا فلوس على المجسمات دي مش بيكونوا بنات بس، لا ساعات بيكونوا ولاد برضه بس مراقين صوتهم عشان يبانوا شبه البنات. يا فرحة امك بيك يا يعني تخيل انت داخل تسمب على مجسم يكون الفويس اوفر بتاعه بهجت صابر بس مرقق صوته. انا جالي تروما من التخيل. وهنا دلوقتي ياتي دور كاريكا الحكيم لاعطاء الشباب النصائح لتجنب التخلف في اللعبه دي. 1 افتح ستيم. 2 دوس على ال3 نقط دول. 3 انستو. ده انتهينا، ده احسن حل ممكن تعمله في حياتك، ولكن لو لسبب ما انت عجبك اللعبه وعجبك التواصل مع ديناصور بيتكلم زي الهيلو كيتي، فخد لك النصائح دي. اختار الغرف اللي انت بتدخلها بعنايه، ولو لقيت اي اوضه صص او فيها حاجه من الكلام اللي انا قلته ده يستحسن تبلغ عليها وما تجربش بنفسك يا متخلف. 2 لو شفت افاتار اباحي لازم تبلغ عنه فورا وما تقعدش تتفرج عليه، لان انا عارف دماغك السافه دي كويس يا حيوان. 3 ما نسيبش اي طفل يدخل اللعبه دي من غير رقابه، ولا الاحسن ما نسيبش طفل يلعب خالص من اساسه، انا ضد الاطفال اساسا. 4 لو شفت واحد عامل افاتار وسيم شبه كده ومفخم صوته يستحسن تشتمه بامه. 5 واخيرا ما تسمحش لنفسك تتعود على المحتوى ده لانه بيزيك اكتر ما بيمتعك. شبه كده الفيديوهات بتاعتي تبان لك ممتعه ولكنها مؤذيه نفسيا. انا اتكلمت عن الموضوع ده لان انا اعرف شخصيه معرفه حصل لها موقف معين في اللعبه الغبيه دي، بس قررت ان انا ما احكيش اللي حصل له لانها تروما نوعا ما. كان بيحب بنت لمده سنه، قعد يصرف عليها، اكتشف ان هي راجل في الاخر.